طيف البشائر لا يغيب بحياتنا منذ القدم، من فيض أخلاق الحبيب أخلاقنا منذ القدم، فاحت بها الأنسام الطيب نبع المحامد والكرم، نحو البعيد أو القريب نهدي الفضائل والشيم، نهدي الفضائل والشيم، إحساسها الأزكى قريب للروح من نبه القيم، والشوق باللقيا يطيب. هذا البرنامج برعاية مؤسسة الشيخ علي بن عبد الله الجفاري الخيرية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة في الله، كان حديثي معكم في الحلقة الماضية عن الصبر، واليوم حديثي عن الشق الثاني من الإيمان، ألا وهو الشكر. فالإيمان نصف صبر ونصف شكر. والنبي عليه الصلاة والسلام يعجب من أمر المؤمن فيقول: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. إذن الشكر أيها الأحبة من أعظم صفات المؤمنين والمؤمنات، ومن أجل الأخلاق وأحبها إلى الله عز وجل، وهي من أسباب محبة العبد عند الناس أيضا وفي قلوبهم. الشكر، والشكر معناه أن تشكر الله عز وجل بقلبك ولسانك وجوارحك على ما آتاك من نعم دينية ومادية. وأركان الشكر ثلاثة: شكر بالقلب، وشكر باللسان، وشكر بالجوارح والأعمال. أما الشكر بالقلب فهو الاعتراف بنعم الله سبحانه وتعالى، والشعور بعظم فضله ومنته عليك أن رزقك الإيمان الذي هو أجل النعم على الإطلاق وأولاها بالشكر، وتشكر عز وجل على ما أتاك من الصحة والقوة والعافية، تشكر على نعمة الأهل والولد والمال، وتشكر على أن آتاك العلم والحكمة، تشكر على أيضا ما آتاك من الطعام والغذاء والماء والدواء وسائر النعم التي لا يحصي عدها إلا الله عز وجل، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار، وما بكم من نعمة فمن الله. ولهذا نحن ندعو ونذكر الله عز وجل في كل صباح ومساء، نقول: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. ونقول في المساء مثل ذلك: اللهم ما أمسى بي من نعمة، إلى آخر هذا الذكر العظيم الذي علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا النوع أو الركن الأول من أركان الشكر، الاعتراف بنعم الله والشعور بعظم منته على عبده. أيضا نحن نقول في أذكار الصباح والمساء، وهو حقيقة شكر باللسان وشكر بالقلب أيضا، نقول: أصبحنا وأصبح الملك لله، ثم نقول: والحمد لله. نحمد الله أن الملك بيده، وأن الرزق من عنده، وأن خزائنه سبحانه وتعالى بيده وليست بيد الخلق، لأنه كما قال الله عز وجل: أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي، خزائن الله التي لا تنفد ولا تغيضها وتنقصها نفقة، قال: إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. فنحمد الله كلما أصبحنا وأمسينا أن الملك والرزق بيده سبحانه وتعالى وليس بيد عباده. هذا النوع الأول أو الركن الأول من أركان الشكر. الركن الثاني هو الشكر باللسان، أن تحمد الله عز وجل على كل نعمة تتجدد عليك، كل نعمة، كل ما أكلت أكلة تحمد الله، شربت شربة تحمد الله، قضيت حاجة تحمد الله عز وجل عليها. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يرضى من عبده إذا أكل الأكلة أن يحمده عليها، وإذا شرب الشربة أن يحمده عليها. سبحان الله، نعم عظيمة الله عز وجل يرضيه عنا فقط أن نقول: الحمد لله على فضله، اللهم لك الحمد ولك الشكر.
يعني شيء لا يكلف الإنسان شيئا يذكر ومع ذلك يؤدي حق هذه النعم، ولله الحمد والمنة. ولذلك علمنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نحمد الله إذا فرغنا من الطعام أو الشراب، إذا أردنا النوم، إذا قمنا من النوم، كل نعمة تتجدد علمنا الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم كيف نشكره. ولذلك إذا قمنا أيضا من النوم نقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، ونقول في أذكار الصباح أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، ثم نقول وإليه النشور، سبحان الله العظيم. وإذا أمسينا كذلك نقول عند المساء وإليه المصير. فكل هذا من شكر نعمة الله باللسان. والركن الثالث أيها الأحبة من أركان الشكر هو الشكر بالجوارح والأعمال، كما قال الله عز وجل اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. اعملوا آل داود شكرا، ما قال قولوا أو اعترفوا شكرا، وإنما قال اعملوا آل داود شكرا. وهذا هو الذي يتفاوت الناس فيه تفاوتا عظيما ويتباينون تباينا شاسعا. فالواجب عليك في كل نعمة آتاك الله عز وجل إياها أن تستعين بها على طاعة الله وخدمة دينه ونفع عباده، أن تستعين بها على الطاعة. أتاك الله القوة، الصحة، العافية، أتاك الله عز وجل الأمن والأمان، أتاك الله المال والولد، أن تسخر كل هذا في طاعة الله عز وجل وخدمة دينه ونفع عباده. أيضا أن تستعمل هذه النعم في الطاعة. أتاك الله سبحانه وتعالى نعمة البصر، فإياك أن تنظر فيها إلى ما حرم الله عز وجل، فإن هذا كفر للنعمة. أتاك الله عز وجل نعمة السمع، فلا تستمع إلى حرام. أتاك نعمة الكلام، فلا تتكلم بحرام بشيء يغضب الله عز وجل، أو تتكلم بما فيه فحش من القول أو إيذاء لعباد الله بالكذب، بالغيبة، بالنميمة، بالسب، باللعن، بالشتم، فليس هذا من أخلاق المؤمنين كما بينا في حلقات الماضية. هذا من شكر هذه النعمة. أتاك الله عز وجل القوة البدنية والقوة الجنسية، إياك أن تستعمل هذا في الزنا والشذوذ وما حرم الله عز وجل عليك. أتاك الله عز وجل القدرة على الكسب وعلى الأكل والشرب، إياك أن تستعمل هذا في أكل الحرام وشرب الحرام وتعاطي الحرام وأكل الربا والرشاوى والسرقة وغير ذلك. وعلى ذلك فقس كل ما آتاك الله سبحانه وتعالى من نعم يجب أن تستعملها فيما يرضي الله عز وجل، وأن تحذر من استعمالها فيما يسخط الله عز وجل، فتكون من الكافرين لا من الشاكرين. ولهذا قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. النبي عليه الصلاة والسلام كما تقول عائشة كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدمات، تتشقق من طول القيام. تقول له عائشة يا رسول الله أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أكون عبدا شكورا. فلنكن من الشاكرين ولنبشر بالخير والزيادة والبركة فيما آتانا الله، كما قال سبحانه وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. من كفر نعمة الله فقد عرضها للزوال. أسأل الله أن يجعلنا من الشاكرين الصابرين الذاكرين، وأن يجعلنا هداة المهتدين. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيف البشر. هذا البرنامج برعاية مؤسسة الشيخ علي بن عبد الله الجفالي الخيرية. منذ القدم من فيض أخلاق الحبيب أخلاقنا منذ القدم، فاحت بها الأنسام الطيب نبع المحامد والكرم، نحو البعيد أو القريب نهدي الفضائل والشيم، نهدي الفضائل والشيم. إحساسها الأزكى قريب للروح من نبه القيم، والشوق باللقيا يطيب نسمو إلى هام القمم، نسمو إلى هام القمم.